إلى حادث 2 نوفمبر 2004 انتقلنا من التجويع إلى الترويع. في الحادث الشهير الذي اختطفت فيه بالقرب من منزلي كنا رمضانا أيضا رمضانا أيضا، وانتهى برمي يعني عاريا في طريق القاهرة السويس الصحراوي، وطبعا قدم بلاغ للنائب العام، وضع البلاغ في الأدراج، جرت الفحوص المعاينات، جرى التحقيق بصورة أصولية، لكن لم ننتهي إلى شيء. ما كل اللي انتهينا إليه أن النائب المستشار النائب العام وقتها المستشار ماهر عبد الواحد رقي إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية وقضى مدته، والورق لا يزال حتى هذه اللحظة محفوظة في الإدراج. وقيل لي وقتها من ضابط مخابرات أن الذي جرى جرى بأمر من السيدة سوزان مبارك وبمعرفة السيد جمال مبارك. كان الرئيس مبارك الرئيس السابق وقتها يعني مسافرا إلى ألمانيا. أو مركز الشرطة قالوا لك يا دكتور؟ أنا الحقيقة هو طبعا جفل جدا، يعني استغرب العسكري، لكن هو تصرف كمصري، يعني ايه اداني افرول ولا سترت نفسك سترت نفسي واديته رقم تليفون البيت ده فكان البديل الوحيد عنده انه يستوقف اي عربيه جايه من السويس داخله القاهره او من اي مكان ويركبني فيها. والحقيقه انا لما بستعيد الفكره دي، يعني طبعا في ناس مبكرين جايين في ميكروباص، فيعني الراجل وقف وخدني وانا على هذا النحو. الحقيقه السواق كمان، وده اللي بحمد ربنا عليه، ولا حد من اللي قاعدين سالني هو انت مين ولا ايه ولا، يعني انا الحقيقه كنت في الموقف ده. حتى لما نزلت في رمسيس انا ما دفعتش البتاع، وما تعرفش السواق حاسس انه في اداني جنيه عشان اوصل الهرم. فانا كنت كتبت مقال عن هجمه الداخليه على اهالي سيناء بعد انتهى المقال بالعباره التاليه: انهم ينشرون الفزع وسوف يحصدونه. فطبعا توجه الاتهام اول ما توجه لوزاره الداخليه على اساس انه الحقيقه انا من الاول شاكك انها وزاره الداخليه، لكن بعد حوالي 3 أسابيع من الحادث في مصدر يعني في جهاز امني يعني رفيع، قلت له قال لي مش وزاره الداخليه. مساله ببساطه جرت على النحو التالي: انا مبارك الاب كان في رحله خارج البلاد، مش فاكر فرنسا ولا المانيا، واحده من دولتين، وانه الذي امر هو السيده سوزان بعلم السيد جمال مبارك، والذي اشرف على التنفيذ هو زكريا عزمي، والذين نفذوا ال4 جزء من جهاز امني خاص، تشكيل خاص كده يشبه الحرس الحديدي ايام الملك فاروق، عاملين بقى برئاسه الجمهوريه، يعني مش ليس معروفا بده. سوزان مبارك كانت واصله للمساله كده؟ انا طبعا تذكرت وقتها كان لما يجي موسم الاستفتاء ادعو الناس يقولوا لا يعني لمبارك في الاستفتاء، ولم اكن وحيدا ولا فريدا في ذلك، كان هناك اخرون يفعلون ذلك. فيما بعد دي فكره حمله متصله، حمله اباده معنويه، يعني مخاطره، يعني فكره القتل. سوزان كنت استخدمت قبلها تعبير في وصفها اسمه، التعبير كان شجره الضر بالضاد وليس بالدال، يعني ضرر، يعني الضرر. يعني كنت اتكلمت عن الرئاسه المزدوجه اللي اتحولت رئاسه مثلثه، والتقسيم الواقعي العرفي للرئاسه يعني من الباطن. علمت طبعا وقتها ان وزير الداخليه نفسه مبارك الحقيقه كان منزعج جدا من الحادثه، لانها احدثت اخطاء دوليه، فسالوا. واضح ان ده يعني الانصاف، يعني انا طبعا معارض لمبارك معارضه يعني جزئيه، مش له علاقه بالحادث خالص، سبب بلاء فسالوا، قال له يا ريس اللي حصل كذا، فسكت. الحياه خلق جو من الحصانه، طبعا مش حصانه البرلمان المشكوك في حقها ولا اي حصانه اخرى، حصانه الناس. تولد الشعور التالي هو اللي خلق حق الدفاع، انه لو رجلي عثرت في حصوه في الشارع فسيقال ان النظام هو الذي فعله.
لو رجلي عثرت في حصوة في الشارع فسيقال أن النظام هو الذي فعله. احنا نجيب ملياراتنا المنهوبة، احنا نجيب ملياراتنا المنهوبة، وحل المحليات واقالة المحافظين واقالة الوزراء اللي لسه قاعدين، اللي من النظام البائد اللي لا بيحلوا ولا بيربطوا. وزير منهم قابلناه بيقول انا مش قاعد، يلا ده هم يومين وماشي ما بيحلوش حاجة. احنا عايزين حكومة من الناس اللي مالهمش في النظام اللي فات خالص. احنا ضد اي وزير من النظام اللي فات وضد المحافظين. ثروة الرئيس المخلوع وليس المتخلي، لانه خلع ولم يتخلى، خلع بإرادة الناس، بإرادة الشعب. يا بردعي تعالى معانا، يا بردعي تعالى وصور. المحاكمات بالطريقة اللي بنشوفها النهاردة، اللي فهموا احكام براءة، احكام براءة لرجال الفساد، معناها ان لما يحاكموا حسني مبارك بالطريقة دي هيدوله شهر، هيكرموه على خيانته واذلاله للشعب المصري. مش هنمشي، المجلس يمشي، مش هنمشي، المجلس يمشي، مش هنمشي، المجلس يمشي. الشعب يريد انقاذ المشير، 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 الشعب يريد انقاذ المشير. احنا عاوزينه في المحاكمات ان يصدر قانون خاص بالمحاكمات، ولا يحاكم الفاسدين وفقا للقانون الذي وضعوه. احنا عايزين محاكمة ثورية، محاكمة ثورية عادلة لمبارك وعائلته ورجاله. احنا عاوزين اعدام مبارك وابنيه ورجاله فقط في ميدان التحرير. يا بردعي تعالى معانا، يا بردعي تعالى وصور. الدكتور محمد البردعي حينما يتكلم بثقله الدولي، بمصداقيته، بعلاقاته الدولية، ألقى حجرا كبيرا في المياه الراقدة، التقى مع بقية الأحجار اللي أكيد من 30 سنة القوى الوطنية المصرية على اختلاف تياراتها وعلى اختلاف منظماتها ولجانها الشعبية وأحزابها بتناضل من أجل الحريات الديمقراطية. أتفق تماما مع ما قاله الدكتور البردعي، والذي يتفق مع يعني كلام القوى الوطنية وكلامنا في كل اللجان الشعبية اللي ضد التمديد وضد التوريث، في إنه لابد من تغيير الدستور. ويمكن في ذكرى 12 لكفاية اللي كانت قامت من 2004 قالت ضد التمديد والتوريث، يمكن كان هناك هتاف أنا أطلقته: يا بردعي تعالى معانا، يا بردعي تعالى وصور، يا بردعي تعالى معانا، يا بردعي تعالى وصور.